كابتن احمد، ايه اللي يطمنك بكره وايه اللي يخوفك بكره؟ لا، ماتشات الاهلي والزمالك رقم واحد لازم تكون خايف. لازم تكون خايف. عشان اه. تقدر تكون حريص في ادائك، في التزاماتك كلاعبين، التزاماتك قبل المباراه باربع خمس ايام كلاعب كوره منتظم في حياتك اليوميه، مهتم بتدريبك. بتذاكر الفريق المنافس، امم. بتهتم. هو ده الاهتمام والخوف. لو انت خايف امم. هبدا انا او حارس مرمى اشوف الفراوده اللي قدامي بتلعب ازاي من النادي الاهلي. لو انا بمثل مثلا الزمالك، لو انا بقرايب بشوف مين يلعب مثلا عليا، محمد هاني او عمر مين اللي هيلعب عليا. تمام. فكل ده الخوف بيؤدي لذلك، ان انت تذاكر وبتحترم المنافس والخصم، ما بتخليكش ان انت مطمن. والخوف ده بيدي الانجاز، يعني بيخليك تعمل كل الحسابات، بتعمل تخيل لاداء المباراه. لو انا النهارده ما وفقتش في اول كوره اعمل ايه، ما جبتش اول كوره كفيرو ده ضيعتها، ايه اللي ممكن اعمل بعد كده؟ اشجع نفسي ازاي؟ لو النهارده انا مساك ازاي امسك الفيرو بتاعي؟ كل ده من الخوف بيخليك تذاكر كويس في المنافس. فمش الخوف اللي انت كخوف، الخوف بيؤدي للحرص، مش خوف اللي انت سوري يعني ما بتنامش متكهرب، رجلك بتخبط في رجلك، في قلبك بيخبط في رجلك كده زي ما بيقولوا الكلام دوت. لكن التركيز في الفريق المنافس بيجي من الخوف، وده شيء مهم جدا يعني. بس للامانه انا في الماتشات اللي فاتت انا كنت شايف عندك طمأنينة كبيرة جدا لنتيجة المباراة، رغم حتى فوز الأهلي في نهائي الكاس 2-0. كنت قبلها مطمن في السوبر، كنت يعني دايما في كان لينا الماتشات. حالات مع بعض كنت حاسس ان انت دايما كنت بتدي مصدر لا ما هو ثقة وتفاؤل. لا ما هو ده كان موجود. كنت انا وكابتن سيد في السعوديه، ويعني حصل حوار بينا، وانا قلت له بكره اتفرج على الزمالك. كان بالظبط الناس حصل. مديه بس انطباع، هو وقلت اتفرجنا على هتتفرج الأهلي. ايه بكره يا كابتن سيد يعني. بس التوفيق ما كانش معانا، مم. وكنا اداء كل النقاد اشادوا باداء الزمالك. مم. لكن التوفيق في الاخر زي ما كابتن سيد قال من شويه، التوفيق شيء مهم للاعبين. في ماتش السوبر الافريقي احنا بقى لنا فتره يعني كزمالك لايك عن يعني ادائنا. ماتش 2-1 في الدوري، كرة الماتش الكاس مصر ما كانش موفقين فيه، وقدر امام عاشور يجيبوا هدفين وهو قفشه. الماتش كاس السوبر رغم ان احنا كنا مهزومين، لكن الحرص اللي انا بقول عليه بقى والخوف والتركيز قدرت ان انت تتعادل وتكسب المباراه. المباراه الثانيه برضو بتاع كاس مصر، كاس السوبر، كنا احنا متفوقين فنيا. انا بتكلم عن مش احمد سليمان، ايوه. ده الاراء كلها اللي كتبت. لكن في التوفيق في الاخر كرة ضاعت ضربه جزاء، مم. ردت الناحيه الثانيه طيب. بهدف بطوله يعني. لكن التفاؤل موجود. انت بتكلمني على على الخوف ولا الاطمئنان؟ الخوف بيؤدي اللي انت تقدر تعمل شواهد قبليها او تركيز قبليها، طيب. حاجه في علم التدريب طبعا. طيب انا قبل ما اروح لكابتن سيد وكابتن خالد، الاجواء ما قبل المباراه والسكواد والترانسفير اللي حصل. الاهلي كان دخل بقوه، عمل صفقات قويه جدا، جراديشار، عمل بن شرقي، احمد رضا، مصطفى العش، يعني عمل سكواد قوي جدا. في نفس الوقت انا دائما وقلتها امبارح وهقولها النهارده وهقولها في الايام اللي جايه، من اهم الصفقات اللي جت في نادي الزمالك في الفتره الاخيره هو اللاعب محمود جهاد. لعيب كويس جدا جدا جدا، جه في وقت يمكن ما عليهوش شو كتير جدا، لكن هيبقى من اللعيبه المؤثره. لكن جماهير الزمالك ما كانتش راضيه الرضا التام بما تم من سكواد من اداره نادي الزمالك. بص، انا مش عايز دايما لازم الناس تفهم ايه الفرق بين الاهلي والزمالك. اه. لازم تفهمها الناس ايه. النادي الاهلي مستقر بقاله 40 سنه، في نقطه دي لازم نحطها قدامنا. كابتن سيد حفيظ مثلا كان فتره كبيره سنين مدير كوره. التثبيت الجهاز الفني واللاعبين والاداره ده بيؤدي للنجاح. نادي الزمالك لما استقر خلال ال 40 سنه دي، يمكن سنتين ثلاثه او اربعه اللي كانوا فيهم استقرار، تقدر تعمل حاجات كتير جدا. مجلس الاداره الحالي احنا بقى لنا سنه ونص، غيرنا 21 لعيب من نسبه، يعني عدد كبير جدا في فريق كبير. يعني لو بصيت مثلا، انا بتكلم على استقرار النادي الاهلي 10 سنين، مصطفى عبده الخطيب وينزل شوط تاني فوز سكوتي، فيليكس وحسام حسن وينزل تاني شوط تاني كشري. كان النادي الاهلي بنسبه كبيره حراسه مرمى على مداره 40 سنه، الله يرحمه ثابت واكرامي، وبعد كده شوبير، وبعد كده الحضري، وبعد كده الشناوي. شوف تثبيت قد ايه. شوف بقى تعالى نادي الزمالك ما حصلش عنده استقرار، كان في تغيير جدا في اللعيبه في اجهزه. شوف اجهزه النادي الاهلي مثلا، احنا بنتكلم ايه في عوامل نجاح. عوامل النجاح في الاهلي استقراره سنين طويله. ده اللي احنا بنسعى عليه دلوقتي كزمالك، ان يكون في استقرار في الاداره في اجهزه. بقى في قوام اساسي دلوقتي. لما تقول لك غيرت 21 في كره القدم ده شيء غلط. زي ما عملنا في 2014 غيرنا حوالي 16 لعيب، وده برضه في شيء غلط في فريق بطولات.
الاحلال والتبديل بنسب، دخل بنسبه 25%. افريقيا يا كابتن سيد يا كابتن خالد احنا خدناهم ب 18 لعيب 3 دورات متتاليه ب 18 لعيب. طب ما انتوا كمجلس اداره ما قدرتوش ان انتوا تحافظوا على الاقل على جوميز، انتوا غيرتوا 4 مديرين فنيين، فانتوا ما استوعبتوش احنا اصلا مشينا اللي مشي جروس، لكن درس احنا التغيير. اللي مشي جروس، احنا اللي مشينا كاداره جروس. انتوا مشيتوه جروس. جروس، لكن جوميز ده مشي من نفسه. حاجه طارئه زي باسيرو مشي من النادي الاهلي، جاله عرض في حته في البرتغال مشي. جوميز جاله النادي السعودي بحاجات مميزات اكتر. ده موجود في كل في العالم كله، حتى على مستوى اللاعبين. تمام. فالاستقرار حاولنا بنعملها بنسبه كبيره. يعني دلوقتي انت جبت ليه 3 4 لعيبه؟ لان بقى في قوام اساسي في فريق نادي الزمالك. تمام. طيب كابتن سيد، جوميز كان بيعرف يلعب النادي